محامي إمام عاشور للفلجول سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة، وسيتم إيقاف التنفيذ كشف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي إمام عاشور عن الخطوة التالية بعد الحكم بحبس اللاعب. وكشفت صحيفة المصري اليوم عن قبول محكمة جنح الشيخ زايد لاستئناف النيابة ضد الحكم ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد أمن مول تجاري. وقررت المحكمة إلغاء براءة اللاعب مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر. وقال عثمان في تصريحات للفيلجول.com: لم يتم إعلامنا بجلسة محاكمة إمام عاشور، وبالتالي الحكم اللي صدر ضده هو حكم غيابي يحق الطعن عليه بالمعارضة، والمعارضة توقف التنفيذ.